معجون فن ومفيش حاجة ما بيعملهاش، ومصاحب المشاهير والفنانين، ومن صغره بيحب المدبلج واشتغل في سنين وسنين، وبيحول مشاكله لفيديوهات فكاهية، وآخرهم أنا بشحت بالجيتار. الموسيقار علي رؤوف أكل الجو من المشاهير، يا ترى عمل إيه؟ وإزاي حول فيديو أنا بشحت بالجيتار لأغنية وفيديو كلاب؟ وإيه علاقته بهنيدي؟ وهل فعلا مش لاقي شغل؟ كواليس ومفاجآت كتير هنعرفها في الفيديو ده. أنا بشحت بالجيتار ده بعد ما جاب آخره من قلة الشغل ونزل في الشوارع بطريقة فكاهية علشان يفكر الناس بيه، وده من كتر حبه في الفن. كلامنا هنا عن الموسيقار والموزع علي رؤوف اللي قلب السوشيال ميديا كلها بخفة روحه اللي مفيش زيها. يا ترى إيه حكايته؟ علي رؤوف رجع من تاني على الساحة بس بفيديو كسر الدنيا هو وصاحبه، وعمل من أزمته بإنه مش لاقي شغل وبيشحت لأغنية بطريقة كوميدية دخلت قلوب الملايين. علي رؤوف هو شغال بتاع كله، موزع وملحن ومغني وبيقلد أصوات وكوميديان، وده غير إنه بيعشق الدوبلاج من صغره. علي رؤوف ظهر في فيديو ليه هو وصاحبه في نص الليل وهما ماشيين في الشوارع، وبيحكي أزمته بس عن طريق الأغاني بإنه مش لاقي شغل ونفسه يغني أو يوزع أو يلحن مسلسل أو فيلم جديد لكن مفيش أمل. راح أخد الكاميرا ونزل بنفسه يصور فيديو على الطريقة الأوروبية وقال بالنص: أنا بشحت بالجيتار وهات 5 جنيه وما تبعتوش ليا أسد ولا نمور ولا فهد، أنا مش بتاع تيك توك، عارفين أنا إيه؟ أنا بشحت بالجيتار. ظهر وهو ماسك الجيتار وبيغني كلمات في لحظة ارتجل فيها هو وصاحبه، وبين فيها إنه ملوش في التيك توك وإنه مغني ومطرب ومش عايز يبقى بلوجر ولا تيك توكر، كل اللي نفسه فيه إنه يغني ويوزع أغاني ويدبلج بصوته كرتون. وفاجئ علي إنه هيقلب الكلمات دي لأغنية وفيديو كليب وهينزلها قريب على القناة، وإنها وش السعد، ومبسوط برد فعل الناس، ووعدهم بإنه راجع من كل قلبه لجماهيره وكل اللي بيحبوه. علي رؤوف هو ابن محافظة السويس ودرس في معهد الموسيقى العربية، وتعب جدا لحد ما وصل للي هو فيه. وأول ما ظهر على السوشيال ميديا كان بيعمل فيديوهات تقليد أصوات وأغاني وبيلحن ويغني ويوزع، وده غير الدوبلاج اللي قعد فيه 5 سنين، وعمل حاجات من الجيل الذهبي واللي كان كل جيل التسعينات بيتفرج عليها دايما زي كرتون المساعدون الأربعة. وأما عن علاقته بمحمد هنيدي فاشتغل رؤوف المارد وشوشني، وده عملها هنيدي بالعامية بس رؤوف عملها بالفصحى والعامية، وبعدها وقف الشغل خالص في الدوبلاج رغم إنه من صغره كان حلم حياته ولأنه شايف نفسه مغني وملحن. علي رؤوف أفكاره كلها مطرقعة وبيظهر بشخصيات كتير لدرجة إن الكل قال له لازم تكون ممثل أو كوميديان من طريقته والحس الفكاهي اللي بيعمله فيديوهاته. وظهر في مرة وهو بيقلد أصوات الفنانين، ودي اللي كانت نقلة وش السعد عليه، ومنهم تامر عاشور، وكان بيحول الأغنية الرومانسية أو الحزن لأغاني شعبي وراب بالموسيقى، والنقلة في صوته وفي اللعب باللحن الكل انبهر بيه. واللي ما يعرفش فعلي رؤوف شغال برضه مهندس صوت، يعني بيعرف يلعب في الأصوات وبيعمل مكساج وحاجات آخر إبداع وروقان، وده اللي يتقال عليه الفنان الشامل اللي بيعرف يعمل كل حاجة. علي رؤوف حلم حياته يكون ممثل أو فنان مشهور وبيحاول كتير يحقق حلمه. يا ترى إيه رأيكم في موهبة علي رؤوف؟ وإيه أكتر فيديو بتحبوا ليه؟ شاركونا في التعليقات.